فستان ب141 ألف جنيه. إطلالة مي عمر في برنامج الحكاية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، والفستان مش هو الموضوع الوحيد، دي كمان كشفت عن نهاية مسلسل إيش إيش إنها نهايته ما كانتش حقيقية. تخيلوا معايا كده، مي عمر طالعة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب لابسة فستان ب141 ألف جنيه. أيوة، الرقم ده مش هزار. الفستان من تصميم ألكسندر فوتيه بالتعاون مع الستايلست إسلام متولي، ولونه بيج على الموضة، وخامته جيرسي ناعمة بفتحة صدر طويلة. بس الغريب إن الفستان ما كانش هو أكتر حاجة لفتت الانتباه. مي عمر خطفت الأضواء بكلامها عن مسلسلها الرمضاني إيش إيش اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة. وفي اللقاء قالت مي إنها تعبت جدا عشان تقدر تتقن دور الرقاصة، واتدربت كتير على الرقص لفترة طويلة، ومع كده استعانت بدوبليرة في مشاهد معينة كانت صعبة ومحتاجة احتراف أكتر. ولما اتكلمت عن نهاية المسلسل فجرت مفاجأة، وقالت إن النهاية ما كانتش حقيقية، لكن كانت من خيال إيش إيش نفسها، ده اللي كان نفسها يحصل، وكانت مجرد حلم مش أكتر. وأعلنت كمان إنها بتحضر لمسلسل جديد هيكون في رمضان 2026، وهتشتغل فيه مع مخرج لأول مرة، وقالت إنها متحمسة جدا للتجربة دي. فستان غالي ومسلسل ناجح وتصريحات مثيرة، مي عمر قدرت تبقى ترند بكل الطرق. انتوا شايفين ان الفستان يستاهل الضجة دي، ولا الكلام اللي قالته على مسلسلها هو اللي شدكم اكتر؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.